عليكم جلال. أول شيء هنيئا لك الفوز. ثاني شيء ماذا راح تقدم للعراق؟ نعم، يعني نحن ليس اليوم سنقدم للعراق وليس هذا الفوز نقدم. نحن قدمنا منذ سنين وطوال 5 سنوات نتظاهر ونعترض ونحرض المواطنين على أن يثوروا على هؤلاء الفاسدين منذ فترة طويلة، ولكن هذا اليوم الفوز بهذه الانتخابات وبالطريقة الديمقراطية وبحضور القضاة وتصديقهم والآن هم يكتبون بمحضر النتائج الانتخابات، هذا ليس من أجل شيء وإنما من أجل التنظيم، ليس من أجل القيادة والبروز والظهور، ولكن من أجل التنظيم، من أجل أن نتصدى لكثير من السياسيين الذين يريدون النيل من هذه التظاهرات وهذه الثورة عندما يقولون ليس هناك قيادة، ليس هناك إدارة منظمة. نحن اليوم الحراك المدني رد عليهم بهذه الممارسة الديمقراطية المدنية الرائعة. كل رشح نفسه والكل انتخب، وكانت الدعوة مفتوحة إلى كل الناشطين على أنهم يرشحون، فأتوا كل الناشطين ومن رغب الترشيح ووجد في نفسه الكفاءة والقدرة فهو رشح، والحمد لله فاز من فاز وخرج من خرج، وهي عملية ديمقراطية وسنستمر ونقدم للعراق مثل ما عهدتمونا، لأنه تعرفون احنا ايش قدمنا قبل وراح نستمر بعطائنا البلد إن شاء الله. مبارك لكم الفوز.